رئيس وزراء كندا الجديد جاستن ترودو، المعروف باحترامه للإسلام والمسلمين وقربه من مواطنيه، فغالبا ما تملأ صوره موقع التواصل الاجتماعي، والابتسامة لا تفارقه. جاستن الذي استقبل شخصيا اللاجئين السوريين بالمطار زار مسجد الجماعة في مدينة سوري بمقاطعة بريتش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي، وظهر برداء إسلامي وألقى كلمة بدأها بتحية الإسلام. ترودو الذي أصبح رئيسا للوزراء منذ 4 نوفمبر الماضي، واستقبلت بلاده الثلاثاء 2000 لاجئ سوري، يكتمل بهم رقم 10,000 يقيمون حاليا في كندا. سبق وزار مسجدا آخر في 2013 لكنه لم يشارك بالصلاة فيه بمونتريال، وهو معروف بحرصه الشديد على مكافحة العنصرية والطائفية لطمأنة المسلمين بشكل خاص، لأنه يعتبرهم جزءا مهما في المجتمع الكندي. وقد أثنى عليه الشيخ الأزهري الدكتور شعبان بعبارة تنم عن إعجابه الشديد به، ففيها يصفه بأنه نجاشي العصر الحديث، في إشارة إلى النجاشي ملك الحبشة المسيح زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي استقبل أول جمع من الصحابة لجأوا إليه هربا من قريش، وحماهم ودافع عنهم. فيبدو أنه وصف يليق بجاستن ترودو الذي يعمل على نشر أجواء التسامح.